السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي في فيديو جديد. اليوم جبت لكم وصفة بطاطا كوشة بأفخاذ الدجاج بواحدة تتبيلة خطيرة سهلة وبنينة. نبداو على بركة الله. أول حاجة نبداو بالتتبيلة اللي هي سر البنة. نحتاجو فيها عصير كعبة قارص، مغرفة كبيرة تاع زيت، ومغرفة صغيرة تاع مطار. عندي حوالي 4 سنة تاع توم رابي، مغرفة صغيرة تاع ملح، شوية فلفل الكحل، مغرفة صغيرة تاع كركم، مغرفة صغيرة ونص تاع توابل الشاورما، مغرفة صغيرة تاع زنجبيل، وشوية بابريكا حار وشوية بابريكا حلو. ونضيفو علبة كاملة ياغورت ناتور، ونخلطوا المكونات الكل في بعضها ونتحصلوا على تتبيلة خيالية. ونجيبوا الأفخاذ الدجاج تاعنا يكونوا على حسب عدد أفراد العائلة. ننقبوهم بالموس باش تدخل لهم التتبيلة، ونتبلوهم ونخليو شوية تتبيلة للبطاطا. ونجيبوا المول اللي يدخل للفور. نحطوا أول حاجة بصل شرائح وفلفل حلو مقطع شرائح، ونحطوا البطاطا تاعنا اللي كنا تبلناها، ونحطوا الدجاج تاعنا، ونحطوا الطماطم اللي قسيناها، ونحطوا فلفل حار، ونشيلوا الريسيبيون اللي درنا فيه التتبيله بشويه تاع ماء، ونغطيوها ببابي كويسون بابي الومنيوم، وندخلوها للكوشه تكون سخونه من قبل. نخليوها طيب 1 ساعه. كي طيب الدجاج تاعنا نطفيوه على ونشعلوا لها من الفوق. وباش نحمروا الافخاذ تاعنا نحتاجوا مغرف صغيره زبده ومغرف صغيره طماطم كونسيرف، ونزيدوا لها شويه من لاصوص، وندوبوا الزبده تاعنا مع الطماطم، وندهنوا بها الافخاذ الدجاج من الفوق، ونرجعوها للفرن ونكون شعلنا لهم من الفوق وخليوها تتحمر. كي تتحمر مليح نخرجوها ونديروا لها الرشه تاع معدنوس. هذه هي الوصفه تاع اليوم، سهله وبنينه. البطاطا تجي معسله والدجاج يجي طايب زبده بواحد لاصوص بنينه خلاه. انا رافقتها مع شويه روز. قدموها في صحن مع رشه تاع معدنوس. وبصحتكم جربوها والله ما تندموا. حطولي رايكم في الكومنتار اذا جربتوها. اذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تنسونيش بجيم واشتركوا في القناه. حطولي رايكم في الكومنتار وبارطاجيو الفيديو. وبالصحه ولهنا، سلام.